هدم مئذنة قوصون الأثرية في القاهرة، ده خبر مضروب. الحقيقة كشفها المجلس الأعلى للآثار واللي نفى الخبر تماما، وأكد إن المئذنة مسجلة في قطاع الآثار الإسلامية برقم 290 كأثر إسلامي، يعني مش هتتهد. الحكومة المصرية هتفرض 100 جنيه رسوم على كل اللي هيسافروا بره البلد، ده خبر مضروب. الحقيقه كشفها امين سر لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب النائب عبد المنعم امام، واكد ان فرض رسوم تنميه الموارد بيتطبق بس على الاجانب مش المصريين، وقال كمان ان وزاره الماليه مقرره الرسوم دي لحد دلوقتي 50 جنيه والمفروض انها هتبقى 100 جنيه، بس ده برضو على الاجانب مش المصريين. فرض ضرائب جديده على الافلام العربيه في دور السينما، ده خبر ما حصلش. رامي يوسف مساعد وزير الماليه للسياسات الضريبيه نفى فرض اي ضرائب جديده على الافلام العربيه او المسارح. 5% زياده على تذكره دخول دور السينما اللي بتعرض افلام اجنبيه، وده لانها بتكلف الدوله فلوس بالدولار، لكن بقى المسارح ودور السينما اللي بتعرض الافلام العربيه مش هتطبق عليها الزياده دي. اغتيال ابن محافظ كركوك بعبوه ناسفه ونقل جثته للطب الشرعي، ده خبر مضروب. الحقيقه كشفتها صحف عراقيه نقلا عن مصدر في ديوان المحافظه واللي نفى الخبر تماما.